احكي لي 5 مواقف محرجة حصلت لك. 10 مواقف محرجة، 20 فاكرهم كلهم. ها هنقعد نحكي للصبح. احكي لي 10 مواقف محرجة لابن خالتك المسافر متغرب، بقالكوا كتير قوي ما تقابلتوش. مش فاكر قوي. طب احكي لي 10 مواقف محرجة لجاركوا اللي بس بتسلموا على بعض في الطلوع والنزول. متعرفش؟ طب لصاحبك اللي بالجامعة اللي بس عاملين لبعض فولو على السوشيال ميديا، مش صحاب قوي. مش فاكر، صح؟ عشان انت مش مركز مع حياة الناس قوي، انت مركز مع حياتك انت قوي، والناس برضو مش مركزة مع حياتك قوي، هم مركزين مع حياتهم بس. محدش مركز، واللي مركز حاجة من الاتنين، يا بيحبك وبيدعمك يا بيكرهك وبيحقد عليك، وده ما بناخدش رأيه. فاعمل اللي انت عايز تعمله، واغلط الغلطات اللي المفروض تغلطها عشان توصل للي انت عايزه. جرب وافشل، جرب وافشل براحتك. محدش مركز معاك قد ما انت مركز مع نفسك. في اللحظة اللي هتندم فيها انك ما اديتش للحاجة اللي كنت عايز تجربها للآخر عشان كنت خايف من كلام الناس دي وقتها مش هتكون موجودة. فقوم اعمل اللي انت عايزه، قوم اعمل اللي انت عايزينه. فاهمني؟ فاهمين. سلام.